السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بناكل اكلات كتير كل يوم، بس قليل قوي اللي يعرف اصلها جاي منين. اكلات بسيطة بس ورا كل واحدة فيها حكاية بلد وتاريخ طويل. تعالوا نلف الوطن العربي ونعرف اصل اشهر اكلاته الشعبية من غير ما ندخل المطبخ. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل حكاية جديدة هنقولها ان شاء الله. اصل الكشري يعود الى الهند، لأنه كان طبقا بسيطا من الأرز والعدس بيسموه خيتشري، وبعد كده أحضروا البريطانيون لمصر في أواخر القرن التاسع عشر، وبعد كده طوروا المصريون بإضافة المكرونة والحمص والصلصات المختلفة ليصبح الأكلة الشعبية المشهورة في مصر. أصل الفول يعود إلى منطقة آسيا الوسطى كمكان نشوء أصلي، لكن الفول كان جزء أساسي من غذاء الحضارات القديمة، خاصة في مصر القديمة حوالي سنة 2500 قبل الميلاد، حيث اكتشفت بذور الفول في مقابرها، كما استخدمه بكثرة في اليونان وروما القديمة. أما كلمة الفول المدمس جاءت من طريق الطهي في مصر، حيث يعتقد أن كلمة مدمس اللي بتعني المطبوخ تحت الأرض أو في الرماد جاءت من المصرية القديمة، أو من قصة ديموس اليوناني، لأنه استخدم حرارة مخلفات حمام شعبي لتسوية الفول. أصل الفلافل أو الطعمية مختلف عليه، ويرجح أنه نشأ في مصر خلال العصر القبطي كبديل للحم أيام الصيام باستخدام الفول، ثم انتشر عبر الأسكندرية إلى بلاد الشام حيث أضافوا الحمص وتطورت الوصفة. الملوخية أصلها مصري قديم، يعود تاريخها لآلاف السنين، وكانت تعتبر طعام الملوك والفراعنة، وعلشان كده في الأول أطلق عليها اسم ملوكية. ومن مصر انتشرت إلى باقي الدول العربية مع وجود أساطير وقصص تاريخية حول تسميتها وكيفية تناولها، خاصة ارتباطها بالحاكم بأمر الله في مصر الفاطمية، خاصة موضوع الشهقة عند إضافة الطشة اللي هي مكونة من الثوم والكزبرة بطعمها المميز. أصل المحشي يعود إلى تركيا ووسط آسيا، وكان يعرف باسم الدولمة، ويحشى بالرز والتوابل واللحم، ثم انتقل عبر الدولة العثمانية إلى البلاد العربية، وأصبح طبقا أساسيا مع إضافة نكهات محلية تميزه في مصر والشام والعراق، ليصبح جزءا من التراث الغذائي لكل بلد، مع وجود روايات تشير إلى جذور أقدم في حضارات قديمة مثل البابليين والمصريين القدماء. أصل المسقعة أو بيسموها المغمور يعود لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتحديدا اليونان وتركيا وبلاد الشام، وبعد كده انتشرت عبر الإمبراطورية العثمانية، وتختلف تسميتها وطريقة تحضيرها حسب البلد. ففي اليونان تعرف باسم موساكا وتضاف لها صلصة البشاميل، بينما في مصر وفلسطين تحضر بإضافات مختلفة مثل الفلفل واللحم المفروم. أصل المكرونة غير مؤكد تماما، لكنها تطورت عبر حضارات متعددة، وتعتبر الصين أول من صنعها من 3000 سنة قبل الميلاد، بينما يقال أن العرب أدخلوها إلى الصقلية في القرن الثامن والتاسع، وأن إيطاليا خاصة الأتروسكان واليونان القدماء والرومان طورتها واتقنتها لتصبح جزءا أساسيا من مطبخها، مع وجود أدلة تاريخية عليها في إيطاليا قبل رحلات ماركو بولو. تعتبر إيطاليا موطن الباستا الحديثة. أصل الساندويتش يعود إلى إنجلترا في القرن الثامن عشر، حيث سميها نسبة إلى جون مونتاجو اللي هو إيرل ساندويتش الرابع، اللي طلب اللحم بين شريحتي خبز حتى لا يترك طاولة الأمور. ومع ذلك فإن فكرة وضع الطعام بين الخبز كانت موجودة في ثقافات أخرى، خاصة في العالم العربي قبل ذلك بقرون. أصل أكلة الفتة يعود إلى مصر القديمة الفرعونية، حيث كانت وجبة ملكية تصنع من فتات الخبز مع اللحم والمرق، ثم ازدهرت في العصر الفاطمي مع إضافة الصلصة، وتطورت في العصور الحديثة لتشمل الأرز والثوم والخل والبهارات. أكل الكبدة له أصول قديمة وعالمية، حيث يعتبر الكبد من الأطعمة التقليدية في مختلف الثقافات، وتشتهر به مناطق مثل مصر بالكبدة الاسكندراني التي ترتبط بالاسكندرية، وتركيا بكبدة الأرناؤوط التي تعتمد على البطاطس. أصل كلمة تورتة يعود للكلمة اللاتينية تورتا التي بتعني الخبز الدائري، وتطورت عبر الإيطالية والألمانية إلى كلمة تارت، وتشير في الأصل للكعك الغني المتعدد الطبقات، بينما أصل الكعك عموما يرجع لمصر القديمة واليونان القديمة زي حلوى الجبن. أصل البسبوسة يعود إلى الدولة العثمانية،
حيث كانت تحضر في قصور السلاطين، ثم انتقلت إلى مصر وتطورت لتصبح حلوى شعبية محبوبة في كل المنطقة العربية. ويعتقد أنها تطورت من وصفات أقدم مثل طبق المأمونية، وتسميتها جاءت من كلمة بس بمعنى مزج السميد، أو من قصة طريفة وهي قصة تاجر مصري أحضر المكونات من الشام لزوجته، وحينما أراد أن يقبلها يبوسها يعني قبل أن تنتهي من الطهي قال لها بس بوسة، أي قبلة فقط. ومن هنا جاء الاسم وتناقلته الأجيال. تعود أصول التبولة إلى بلاد الشام، وتحديدا إلى جبال لبنان وسوريا، حيث كانت جزءا من النظام الغذائي في العصور الوسطى. ويعتقد البعض أن أصل التسمية يعود إلى الكلدانيين في بلاد الرافدين، وأن الكلمة مشتقة من فعل تبل بمعنى خلط الخضار. أصل الفتوش يعود لبلاد الشام، لبنان وسوريا وفلسطين، وهو طبق تقليدي نشأ كطريقة لاستغلال الخبز القديم والخضروات الموسمية عبر تفتيت الخبز وإضافته للسلطة، وهو ما يفسر اسمه المشتق من كلمة فتة أو فتتة. هناك قصة شائعة تربطه بمدينة زحلة اللبنانية عام 1860، حيث استضافت عائلة اسمها آل فتوش نازحين صائمين، واكتفوا بالسلطة والخبز المفتت، ومن هنا اشتهر الطبق. في فلسطين كان يعرف قديما باسم أبو مليح. أصل الكبسة يختلف بين الروايات، لكنها طبق عربي شهير جدا في دول الخليج خاصة السعودية واليمن، وتعتقد بعض الروايات أن جذورها أسبانية من طبق البيلة، والذي كان يصنع من بقايا الطعام ثم تطور، بينما يربطها آخرون بفقراء الأندلس الذين مزجوا بقايا الأكل، بينما يشير آخرون إلى أنها تطورت من أكلات المسافرين والسواقين في الجزيرة العربية، وتعرف كطبق وطني في السعودية والخليج. أصل أكلة المندي يعود إلى اليمن، وتحديدا منطقة حضرموت، وهو طبق تقليدي نشأ بين البدو في شبه الجزيرة العربية، حيث يطهى اللحم والأرز في حفرة تحت الأرض، وتشتق تسميته من كلمة ندة التي تعني نضج على البخار، أو الندة الدهن الذي يغطي اللحم ويمنحه طراوة ونكهة مميزة. وهو طبق شعبي انتشر لاحقا في السعودية والخليج والعالم العربي. أصل المنسف يعود إلى بلاد الشام والأردن، ويرتبط تاريخيا بمملكة مؤاب القديمة، حيث يروى أن الملك ميشع طلب من شعبه طهي اللحم باللبن كاختبار للولاء ضد اليهود، ومن هنا جاءت تسمية المنسف كناية على نسف العهود، وهو طبق أردني وطني بامتياز يعد رمزا للضيافة والتراث، ويستخدم فيه اللبن الجميد المميز. أصل الكسكس هو من شمال أفريقيا في بلاد المغرب العربي، وهو طبق أمازيغي أصيل يعود تاريخه إلى فترات قديمة جدا، وقد سجل كتراث ثقافي غير مادي لليونسكو كإرث مشترك بين دول المغرب العربي اللي هي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. الكلمة نفسها مشتقة من اللغة الأمازيغية، ويعرف أيضا باسم سكسو أو الطعام، ويختلف تحضيره بين المناطق، ولكن جذوره ثابتة في ثقافات الأمازيغ عبر المنطقة. أصل السمبوسة معقد، لكن الرواية الأرجح تشير إنها نشأت في الهند أو آسيا الوسطى، وتطورت من طبق فارسي قديم يسمى سمبوساك يعني المثلث، وانتشرت عبر المسافرين والتجار إلى أنحاء العالم الإسلامي، وأصبحت جزءا أساسيا من مائدة رمضان في العالم العربي، خاصة بعد أن جلبها الحجاج والتجار من الهند إلى الحجاز في قرون مضت. أصل الآيس كريم قديم ومتنوع، يبدأ من بلاد فارس والصين القديمة حوالي 500 سنة قبل الميلاد ل 200 سنة ميلادية، بتقديم التلج مع العسل والفواكه والمشروبات المحلاة، ثم تطور في إيطاليا في القرن السابع عشر لوصفات قريبة من السوربيه والجيلاتو، قبل أن ينتشر عبر أوروبا ويطور في أمريكا لاحقا ليصبح شائعا عالميا، ولا يوجد مخترع واحد بل تطور عبر حضارات مختلفة. أصل البيتزا يعود لحضارات قديمة خبزت خبزا مسطحا، لكن البيتزا الحديثة بمكوناتها المعروفة الطماطم والجبن نشأت في مدينة نابولي بإيطاليا في أواخر القرن الثالث عشر كطعام للفقراء، وأصبحت عالمية بفضل المهاجرين الإيطاليين لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. تم تسجيل أول ذكر كلمة بيتزا في مخطوطة بإيطاليا عام 997 ميلادية. الأكلات الشعبية مش مجرد أكل، ده تاريخ بلد وطريقة تفكير الناس وحكاية عايشة لحد النهاردة. قولي في الكومنتات أكلة بلدك أصلها إيه؟ في الآخر لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس تشجيعا لنا لنواصل
تقديم المزيد. السلام عليكم.